السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. مستمرين مع بعض في أكلات العيد الممبار. زي ما حضراتكم شايفين أنا مجهزة مقاديري، عبارة عن طماطم مسبكة، رز، ممبار، خضرة مشكلة، وبصل مفروم، وشوية من التوابل والبهارات، وكمان معايا فلفل حامي اختياري، وزيت، وصلصة طماطم. يلا بينا نشوف الطريقة هنعمل ازاي. أول حاجة هعملها أنا هعمل يا جماعة الخلطة على البارد. بجيب البصل بتاعي، ده عبارة عن 5 بصلات متوسطين مبشورين، وانا هنا مستخدمة البصل الاحمر، بيدي تسكيرة حلوة كده للخلطة وطعمها بيبقى مميز قوي. حطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل، وهحط كمان شوية من بهارات اللحمة او البهارات السبعة لو متوفرة عند حضراتكم. الخطوة دي مهمة قوي يا جماعة، بتفرق جدا في طعم الخلطة بتاعتك وبتبقى مميزة قوي. ادعك بقى البصلاية حلوة قوي بكل الخلطة الحلوة دي تاني، اللي هو الملح والفلفل وبهارات اللحمة او البهارات السبعة زي ما اتفقنا. ادعك البصلة بقى وخليها تتبهر حلوة قوي وتطلع طعمها الجميل بالشكل ده. شايفين لونها غير ازاي؟ انزل عليها بقى بالخضرة المشكلة، عبارة عن حزمة من البقدونس والكزبرة والشبت، واقلب الكلام ده حلو قوي مع بعض. مفيش اسهل من الخلطة دي يا جماعة، ولا احلى منها على البارد كده ولا على النار ولا غيره. هنزل كمان ب3 كوبايات من الرز المصفي والمغسول طبعا. مهم قوي تكونوا مصفينه كويس، مش عايزين اي سوائل في الخلطة. اقلب الكلام ده حلو قوي مع بعضه. هنا معايا كوبايتين كبار من عصير الطماطم، حطيتهم على النار اسبكوا بدون اي ماده دهنيه، بس لغايه ما بقوا بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، مفهومش اي سوائل. ابتديت انزل بيها على الخليط بتاعي واقلب كويس قوي. كمان معايا صلصه الطماطم، هاخد منها 3 معالق كبار. شايفين؟ ولا اسهل من كده خلطه، ما بتاخدش معاكم وقت خالص، غير بقى النتيجه الممتازه، ولا بتقعدوا تسبكوا على النار ولا شغلانه. هنقلب حلو قوي، نجيب كل اللي في الحروف عشان كله يتغلف بالصلصه كده ويبقى لون واحد. هنزل بقى بالزيت، والخطوه دي مهمه يا جماعه. نص كوبايه من الزيت النباتي، لازم الرز بتاعك يتغلف بالزيت او الماده الدهنيه كويس قوي. وهنزل بالبهارات بتاعتي اللي عباره عن ملح وفلفل، كزبره وكمون، قرفه، رشه من القرفه اهي، وحطيت كمان حبهان باودر. الفلفل هنا زي ما اتفقنا الحامي اختياري جدا. كمان في التوابل بتاعتي كان فيها زعتر، نسيت اقول لكم. الزعتر بيدي ريحه حلوه قوي للخلطه بتاعه الممبار او خلطه المحشي كمان عموما. هقلب حلو قوي مع بعضه. انا خليت الفلفل على جنب عشان مش هعمل كل الممبار سبايسي، انا هعمل شويه كده وشويه كده. شايفين؟ بوري لحضراتكم القاع بتاع الصينيه نضيف تماما، ما فيهوش اي سوائل، وده اللي احنا عايزينه. طبعا معايا الممبار المغسول، وكنت غسلته مع حضراتكم ونضفته بطريقه سهله وبسيطه جدا، وكذا طريقه في فيديو قبل كده. انا طبعا بخليها جزء اللي فيه الدهون من جوه، ببتدي بصباعيني كده اتني. قلعت هنا الجلافز لاني مش متحكمه فيه خالص. طبعا ايدي مغسوله ونضيفه وزي الفل، وببتدي احشي بالطريقه دي. الممبار يا جماعه ما يتمليش للاخر عشان ما يفرقعش معاكم في السليق وفي التحمير. زي ما حضراتكم شايفين، وببطط كده بايدي. اعمل لكم واحده كمان. بفتح كده وابتدي احشي ومملاش على الاخر، وابطط بايدي من فوق لتحت، واتاكد كويس جدا ان الحرفين بتوع الممبار من فوق ومن تحت مفهومش اي رز، علشان لما تنزليها النار الحرفين دول بيقفلوا، فتضمني ان الحشوه بتاعتك ما تطلعش. خلصت كل كميه الممبار. معايا هنا ميه بتغلي على النار، هنزل فيها بورق لورا حوالي 4 أو 5 من القرنفل، بيدوا ريحه تحفه للسليق بتاعك وبيضيع اي ريحه غير مستحبه. حطيت فلفل اسود وكمان كمون. ابتدي بقى احط الملح حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين. ومعايا بصلايه متقطعه بالشكل ده انزل بيها. ريحه السليق بقى بتاعت الممبار كانت تجنن. خلصت كل كميه الممبار بتاعتي جاهزه عندي اهي. ببتدي بقى احط، انزل بالشكل ده. بصوا اول واحده نزلت حصل ايه؟ الجنبين بتوعها قفلوا على طول حرفين. ببتدي احط كمان. خلصت كل الكميه. انا عملت شويه بالفلفل، وعملت في الحله الصغيره قدام حضراتكم ده من غير فلفل. خلاص. بياخد قد ايه على النار؟ بياخد 1 ساعة وربع بالظبط. ما تطولوش عن كده يا جماعه عشان ما يفرقعش منكم. بسم الله ما شاء الله طالع قدامكم اهو زي الفل. الحرفين مقفولين تماما، مفيش ولا واحده فرقعت معايا. بصوا عامل ازاي، ما شاء الله.
شايفين كمان لون الميه كمان احمر وحلو ازاي، ما احتاجش ان انا احط له طماطم. طبعا حطيته في مصفى يصفي اي شوربه زياده عشان ما يبهدلنيش عند التحمير. حطيته في زيت سخن جدا وما بياخدش وقت خالص في التحمير، خدوا بالكم يا دوب هياخد اللون الذهبي هنطلعه على طول. وبرده بسم الله ما شاء الله ما فرقعتش ولا واحده معايا في التحمير زي ما حضراتكم شايفين كده. بكون مجهزه بقى في الوقت ده طبق وعليه مناديل المطبخ عشان يمتص اي زيت زياده. نطلع بقى واحده الممبار، ما نغمقش اللون بتاعه، هو يا دوب ياخد اللون الذهبي ده على الجنبين، نطلعه على طول ويتقدم سخن. ممكن كمان نضيف للخلطه بتاعتنا في الاخر خالص نعناع ناشف. انا كنت حطيت بس الحته دي ما تصورتش. نعناع ناشف عادي جدا نفركه كده على الخلطه، ده اختياري، حابين تحطوه او لا براحتكم. اطلع بقى الممبار وابتدي احمر الجزء الباقي. خلاص كده الممبار بتاعي جاهز، نبتدي بقى نقدمه. بصوا ما شاء الله عامل ازاي متماسك، ما اتفتحش ولا فرقع ولا حاجه، ولونه حلو قوي. بخلاف الطعم والريحه بقى مش قادره اوصف لكم، لازم تجربوا الخلطه بتاعتي، حلو جدا. ممكن كمان تقدموه على بقدونس بس ما كانش متوفر عندي، فابتديت اجيب وحدات من الطماطم عملتهم على شكل وردات كده، وحطيت كمان فلفل حامي للشكل وكمان للطعم للي حابب ياكل. اتمنى النهارده الوصفه بتاعتي تكون عجبت حضراتكم وتجربوا الممبار بخلطتي. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا لكم والسلام عليكم.